مساكم الله بالخير. الفنان خالد النفيسي اسم ارتبط بالكلمة الجريئة وبالمواقف الصلبة، لكن وراء هالحضور كان يشيل هم غيره قبل نفسه، ويختار يتحمل ألم الحالة عشان ما يوجع اللي يحبهم. واليوم بنقرب من خالد النفيسي الإنسان مو الفنان بس، ونكشف الوجه الآخر لرجال عاش كبير ورحل بصمت. بس ام وفاء، كل هالكلام اللي قالته هذا مقدمة وافتتاحية للموضوع اللي جاية تقوله. تفضلي ام وفاء تفضلي. خالد النفيسي من مواليد 26 يناير 1937، ممثل كويتي من أصول نجدية، ويعتبر واحد من أهم الأسماء اللي ساهمت في تشكيل بدايات الفن الخليجي، وترك كم هائل من الأعمال اللي إلى اليوم عايشة في ذاكرة الناس. انت هي نعم. الله لا ينعم عليك. مو انت ابي هذه بنتي. انت لا تدخلي. سمعي، دقي تلفون حق رجلك هذا حسام مدح حسام، دقي له تلفون وقولي له يجي ياخذ امه، ولا بخليها تنطره بالسكه. مو هني عند برميل الزباله هناك تقعد وناس عنها تلقاه هناك. عيل انا قاعد مستانس ببيتي قاعد اكل تفاح انا بموت، تيون انت تنكدون علي. خالد النفيسي فقد والده وهو بعمر 15 سنة، وكان مدلل عند والده، لكن بعد وفاته انقلبت حياته بالكامل. ترك المدرسة رغم تفوقه، واختار يشتغل عشان يعيل أسرته ويتحمل مسؤوليتهم. ربى بنات أخته واهتم بتعليمهم، وما خلاهم في يوم ينقصهم شيء، وزرع فيهم الكبرياء، لدرجة إن لو واحدة فيهم تكلمت وهي منزلة راسها يقول لها تكلمي وانت رافعة راسك فوق. كان بالنسبة لهم السند الحقيقي. الله كاتب علينا الشقة، نحن نصبح بوجوهكم ونمسي بوجوهكم، لا بارك الله فيكم ولا في وجوهكم. أكبر صدمة مرت في حياة خالد النفيسي كانت وفاة والدته في الثمانينات. العلاقة بينهم كانت قوية جدا، وبعد رحيلها صار البيت ثقيل عليه وما عاد يتحمل يقعد فيه. فكر يروح لبنان، لكن ظروف الحرب منعته، فاتجه إلى المغرب، وهناك عاش مرحلة مختلفة من حياته. اشتغل في العقار واشترى مزرعة كبيرة فيها كل شيء حتى مناحل العسل، مو بس الاستثمار لكن للخير. أسكن فيها عائلات فقيرة ووفر لهم عمل وحياة كريمة، وكان معروف عنه إنه ما يقدر يشوف محتاج ويسكت. وتبنى بنتين مغربيات رعاهم، وصار بالنسبة لهم أب حقيقي. كبروا وهو يتابعهم ويهتم بتفاصيل حياتهم، إلى أن تزوجت الكبيرة وظلت الصغيرة معه حتى يوم وفاته. وبعد رحيله راحت البنت للكويت وعاشت في بيت أهلها، لكن بعدين خيروها تبقى معهم أو ترجع للمغرب، فاختارت الرجوع للمغرب، لكنها إلى اليوم ما زالت على تواصل مع أسرته في الكويت، وما زالت جزء من العائلة. من الصبح التلفون، يبيك الوكيل يبيك الوكيل. جيت للوكيل، خير يا ابو طارق؟ قال عليك شكوى، يعني تهاوشت ويا فنانة ولا تخانقت ولا غلطت على فنانة؟ قال لا، هذه الفنانة تقول شايفة فار بالمسرح. ارتضى عطني ملفي، عطاني ملفي. بطلت الملف قدامه، قلت له استاذ محمد اقرا اسم وظيفتي، مدير ولا قطو محظور؟ على الشاشة كان خالد النفيسي حالة خاصة، كاركتر ما يتكرر، العقال المايل، السبحة اللي دايم بيده، نبرة صوتها الحادة، وحتى سن المخلوع. هذا السن انكسر وهو صغير لما كان يسبح في البحر والأمواج رمته بقوة على صخرة وانكسر سنه، اللي صار بعدين علامة تميزه. فيك يا خالد ايش سويت فيني كذي؟ ليش مو راضي تعترف فيني؟ تعترف فيه؟ انت ابوي وانا ولدك. ومن قال لك هالحكي؟ امك انهبلت، جنت امك جنت. يعني انت مو ابوي؟ لا، امك الظاهر ما فات فيها التحضير اللي حضرت اياه، لكن بتشوف شيء مني ما شافته طول عمرها. يعني انت مو ابوي؟ لا، ماني ابوك، واطلع من البيت لا نادي الشرطة عليك ويحبسونك طول عمرك. يا اطلع.
اختص خالد النفيسي بأداء واضح وهي العصبية، لكنه كان الوحيد اللي يقدر يضحك وهو معصب، خاصة لما يعصب ويصرخ بكلمة الشهيرة يا جليل الحياة. جليل الحياة شاف عنده كم دينار على باله بيستغني عني الحمار. تزوج في الستينات، لكن الزواج ما استمر أكثر من 4 سنوات وبدون ما ينجب أطفال، وبعدها قرر ما يتزوج مرة ثانية، مو لأنه ما يبي، لكن لأنه كان يعرف نفسه، سفر دايم، فن، انشغال، وما كان يرضى يظلم أي وحدة معه. حتى لما اقترحت عليه العائلة الزواج بالبنت من العائلة نفسها تردد، وبالأخير رفض، خاف أن نمط حياته يكون سبب في أذيتها أو مشاكل عائلية. اسأل نفسك. بس عايشة اتركي لي فرصة أبرر لك موضوعي. ماكو داعي تبرر، واضح مثل الشمس. عايشة الله يهداك، أنا أبي سبب بس أو مبرر حق زعلك ورضاك. عيال ايش معناته؟ كذبك علي ايش معناته؟ عايشة أم أحمد هذه كذبة بيضة وفقست كذبة سودة، اهدمت الثقة اللي بيني وبينك، الحين بس كشفتك على حقيقتك. أنا ما أسمح لك تكلميني بهالطريقة هذه، وأنا ما أسمح لك إنك تستغفلني. سمعيني زين، ترى مسختيها أنت سبب المشاكل. لا تحديني على شيء أسويه. إيش بتسوي يعني؟ ما تفهمني. خالد كان خفيف الدم وعاشق للمقالب بشكل كبير، وعدد من الفنانين تكلموا عن هالجانب، مثل الفنان عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه والفنانة سعاد عبد الله، وذكروا مقالب كثيرة كان يسويها معهم حتى في أوقات العمل والجد. فقلت لها شوفي حضري انت خدك، انا بعطيك ذي، انت سوي كذي. قالت لي زين، اي سوت كذي واعطيه اياه يسرى. في رمضان قبل وفاته بعام اكتشف وجود حبة تحت لسانه، وبعد الفحوصات تبين إنه سرطان وصل الغدد اللمفاوية، وسافر للعلاج وسوى عملية، لكن بعدها أهمل المراجعات الطبية رغم إلحاح اللي حوله. وفي أيام الأخيرة رفض يبلغ أسرته بتدهور حالته الصحية عشان ما يزعجهم، لأنه كان يشوف الخوف والدموع في عيونهم، فكان يقول لهم دموعكم غالية علي. عشان كده قرر يسافر المغرب عشان يتألم الحالة بعيد عنهم. وقبل وفاته بيومين تعب شديد وصفر لونه ودخل في غيبوبة، وصدر أمر من سمو الشيخ صباح الأحمد بنقله بطائرة خاصة إلى لندن، لكن حالته الصحية وصعوبة تنفسه ما سمحت، بسبب أن السرطان كان انتشر في صدره ورئته. وفي يوم الاثنين 27 مارس 2006 توفى الفنان خالد النفيسي بسبب أزمة قلبية في واحدة من مستشفيات المغرب في العاصمة الرباط، وبعدها تم نقل جثمانه إلى الكويت. الفلوس مرات تصير نغمة على راعيها، إذا تبي تعيش مرتاح لا تكره، لا تحقد، لا تنتقم، حب الناس، حب الخير، سامح. وفي الختام ما نقول إلا الله يرحم الفنان خالد النفيسي ويغمد روح الجنة. صحيح رحل الجسد، لكن الأثر باقي، بقيت أعماله ومواقفه وصورته كفنان صادق وإنسان كبير اختار يعطي كثير ويتألم بصمت ويرحل بهدوء. شوفوا أنا تعبان وبروح أنام، لكن إن سمعت نفس واحد منكم قطعت انفسه، سمعتوا؟ جليل الحي. وإذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعموني باللايك والاشتراك لأنهم يفرقوا معي كثير. يعطيكم العافية، في أمان الله.